بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للسجين، احتضن المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط حفلا فنيا. وخلال هذا الحفل قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صلاح التامك إن عدد المعتقلين الذين استفادوا من برامج إعادة الإدماج سنة 2017 بلغ 23946 سجينا، بارتفاع نسبته 36% مقارنة بسنة 2016. ومن جانبه قال مدير مديرية العمل الاجتماعي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مصطفى الفراخي إن الهدف من هذا النوع من التظاهرات هو التعريف بالجهود التي تبذلها هذه المؤسسة في حقل إعادة إدماج المعتقلين بعد انقضاء فترة سجنهم. الحفل مناسبة لتتويج بعض السجناء الذين تميزوا وأبدعوا في برنامج المسابقات الوطني في المجال الثقافي والرياضي والدينية، ومناسبة أيضا لتكريم بعض الشركاء النموذجيين للمندوبية العامة وكذا بعض الموظفين المثاليين. إلى ذلك شهد هذا الحفل الفني المنظم من قبل المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الذي اختير له هذه السنة شعار تأهيل السجناء بين إعادة الإدماج والتواصل والانفتاح، تقديم عروض فنية من قبل السجناء وتتويج المتفوقين في المنافسات الرياضية والثقافية برسم سنة 2017.